بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بعمل الزمن الجميل. فاكره الكشري اللي في الكيس؟ نطلع من المدرسه كده نحط عليه صلصتنا ونحط عليه شطتنا ونحط عليه كل حاجه. بص الشعريه، بص الشعريه عامله ازاي؟ صدقيني دي مش هتلاقيها في اي مكان حتى البيوت. مين نفسه في كيس الكشري دوت من عند ابو علاء؟ ارجع كده للتسعينات والثمانينات هتلاقي احنا بتوع زمان، احنا اللي على قديمه. بكام بقى الكيس الكشري ده؟ والله كيس الكشري دوت احنا بنطلعه لاي حد ربنا يكرمه، غني فقير معاه ما معهوش. الكيس دوت احنا بنطلعه محبه في الناس عشان الناس بتبقى جايه نفسها بس ان هي تاكل شويه الكشري في الكيس. لكن احنا لما معين غير طبعا. هو مش موضوع طعم، هو ليه انطباع، ليه ذكرى عندي وعندك وعند ناس كتير، خصوصا الجيل بتاعنا الجيل الجميل دوت كان ليه ذكرى في كيس الكشري. ففي ناس بتجيلنا مخصوص عشان حاجتين، تقعد تاكل كيس الكشري وتقف في الشارع في وسط الهواء في وسط الناس تحس ببعضيها. فهو سبحان الله كل واحد ربنا بيبعت له رزق. ففي واحد بتاع كشري بيعبي بايديه، ده ربنا بيبعت له الناس اللي ما بتقراش. هو كده انا احب اكل عنه. في واحد تاني لا يهتم، مثلا بيحب بنظام معين، بيشتغل بالمقصوصه، بيشتغل بطبق غالي عشان يبقى ما يغيرش طعم الاكل، ما يبقاش فيه بكتيريا. احنا عندنا اطباق الحمد لله مش عايز اقول اسم منتج معين ما بتتفاعلش مع البكتيريا عشان احنا نهتم بالجوده بتاعت الناس. بس كل الحاجات دي بتفرق كتير.